أهلا بحضراتكم على راديو حكاية. الحقيقة النهاردة عندنا موضوع هو لو اتكلمنا فيه كتير مش هيخلص، بس هنتكلم بسرعة كده. ومعانا الإعلاميات الممتازات الحقيقة، غادة وصافي. أهلا بحضراتكم. موضوعنا النهاردة إن لما بتكون واحدة مخطوبة وحاسة كده شوية إن هي يعني متوترة، تقول لك طب أكمل الخطوبة دي ولا أعمل إيه، ولا لأن مشاكل الجواز بقت كتيرة قوي دلوقتي، والناس بقت بتخاف قوي من الخطوة دي يمكن عن زمان. أهم حاجة يا جماعة، يعني أنا من وجهة نظري بحس إن الحنية لو توافر في خطيبك حتة الحنية، لو توافر في خطيبك حتة إنه بتشعري وإنتي قاعدة معاه بالأمان، بالاستقرار، بالطمأنينة. الحاجات دي مش سهلة يا جماعة والله، قبل أي فلوس وقبل أي حاجة. الحنية والأمان وإحساسك إن هو راجل خايف عليكي، بيقولك ساعات كده لا أنا مش عاجبني النهاردة أنتي لابسة كذا، أنتي ده مش تدخلات منه، هو عايزك ليه لوحده، هو بيحبك حب حقيقي، بيحس بيكي. الحاجات دي كلها يا جماعة لازم نحطها رقم واحد في حياتنا. طب انا عايزه اقول لك حاجه بقى. هقول لك انا حاجه بقى. اتفضلي. دلوقتي انا علشان بنتي مثلا، مش هقول انا بنتي اتخطبت، فانا بشجعها ازاي على الخطوبه دي، واعرف ازاي البني ادم ده كويس ولا لا. اول حاجه بشوف باباه ومامته بيتعاملوا مع بعض ازاي، بيتعاملوا مع الاولاد ازاي، اخلاقياتهم في البيت ازاي، طباعهم مع الناس بره، اسلوبهم. ده بينعكس على الابن ده مهم جدا، لانه بيتشبع. اول حاجه هي الاسره، بيتشبع من باباه ومامته، ده مهم جدا. انتوا ما اتكلمتوش على حاجه مهمه. اتفضل. لازم الاثنين يكونوا بيحبوا بعض. ليه؟ عشان يقدروا يتحملوا عيوب بعض. مفيش حد خالي من العيوب. لازم تكون الاسرتين نفس المستوى الاجتماعي. طبعا لازم يبقى في توافق. طبعا الولد مش عصبي، ومهم كلمة مش عصبي عشان يعرف يحتويها، وهي كمان مش عصبية عشان تعرف تحتويه. لا بصي، العصبية دي ده طبع، يعني لو واحد عصبي هيعمل ايه؟ هيموت نفسه ما يتجوزش مثلا؟ لا، في عصبية ممكن احتويها، وفي عصبية غير محتملة. ساعات كتير لازم اقيم ما الموضوع. بتعرفيش تحتويها. بصي يا صافي، في عصبية تقدري تحتمليها وتكون مقبولة، وفي عصبية بقى الجنون ان انا بكسر. ما هو ده اللي بيبان في الخطوبة بقى، ما احنا عاملين الخطوبة ليه؟ تفتكري ان في الخطوبة هو هيبين لك؟ بيبين في مواقف بتبان، سواء قاعدين في مكان، سواء تعاملوا مع حد، بتبان. صدقيني لا بتبان مع طول فترة الخطوبة هيبان. مش هيفضل يلبس قناع طول الوقت. الوقت. مش معاكي يا صافي، اقول لك ليه؟ لان مهما تمثلي بيحصل موقف ان شاء الله يكون صغير جدا، والله صدقيني لازم يبين من خلاله ان انت عصبي ولا ما ده اللي انا بقوله. لا ما انا قلت كده. لا معلش قلت بقى كده يا سلوى. طب عايزه اقول لكم سوري بقى، لازم اقول لكم. انا قلت كده، قلت بيبان باسلوب معين. بيبان. مش دايما، صدقوني انا اعرف ناس ما اكتشفوش ان جوزهم عصبي غير بعد الجواز. لا حبيبتي بصي، مش هيفضل لابس قناع طول العمر. في فتره الخطوبه بيوريكي احسن ما عنده، انا معاكي، بس لو الخطوبه تولد شويه، في مواقف هيبان طباعه الحقيقيه. هتبان. انا مقتنعه هتبان طبعا. بصي الحاجه الثانيه، انا لازم احنا كاسرتين نبقوا صحاب. انا مش داخله، انا لو يعني في بعض الاهالي بتبقى عايزه تاخد ابني اتخطب لبنت، عايزه تاخد البنت وتشدها تنزعها من اهلها، او واحده تانية عايزه تاخد الولد من اهله ويبقى على قدنا احنا. بس يا جماعه احنا مش داخلين عركه، احنا داخلين نبقى اسره واحده، نخرج مع بعض، نبقى كلنا مع بعض كل حاجه. انا مش بحب ان الطريقه اللي احنا لا انا اخده بقى وامشيه تحت طوعي. وانا ايه رايك يا سالو بما انك حما يعني؟ بصي هقول لحضرتك اقول لك ايه بس يا غاده، الحقيقه احنا نفسنا في حاجه زي كده، ان انا لما يبقى جوز بنتي داخل يبقى فاهم ان انا ليا فيها، وان مرات ابني لما تخش انا ليا فيه، اصل انا ربيته، انا علمته، انا خليته حد مسؤول وحد محترم، فانا ليا فيه. مش انانيه على فكره، انا ليا فيه حب، ليا فيه احترام. على فكره احنا فاهمين قوي حته ابن امه دي غلط جدا. ابن امه دي معناها انه ما عندوش افكار، ما عندوش. طبعا يا غاده، ما عندوش افكار، ما عندوش دماغ، ما عندوش حاجه اصلا، انه ما بيقدرش يدي اي قرار الا القرار والدته الاول. تمام يا صافي، ده مش صح على فكره. انا معاكي جدا، ده مش صح طبعا، ده مش صح. انما اللي بيحترم رايها ايه المشكله؟ اللي بيحترم امه، اللي بيحترم اخته، اللي بيحبهم، ده هيحبك، هيحترمك، ده ابن اصول. يا رب نفرق ما بين الحته دي والحته دي، مهم جدا طبعا. انت السؤال لك انت وسالوى، هو اي حد يتقال عليه ابن اصول؟
لا طبعا. لازم يكون لا انت معايا قصدك ابن ناس، او ابن في ناس. فرق. لا معلش، لا. في فرق بين ابن ناس وابن احنا اصول، لازم نفرق. دي حاجه تانية. مش كل الناس عشان من عائلات يبقى ابن اصول. ابن اصول يعني عنده قيم معينه ومعتقدات متربي على قيم اتربى وعادات معينه. بالظبط. ايوه. اتربى على قيم لكن ابن ومعتقدات ناس الناس بتفهم ان هو الغني الناس مش كلها الغني. عندها عائلات. لا. الناس كلها عندها عائلات، أكيد. لكن مش الناس كلها ابن اصول. طبعا. احنا كلنا ولاد ناس طبعا، مفيش شك كلنا ولاد ناس، بس ابن ابن الاصول الاصول ده حاجه تانية. لما يجيلك اوعي تفرطي فيه، حتى لو كان القدره الماديه بتاعته، على فكره ده مش كلام والله، حتى لو القدره الماديه بتاعته قليله ما تفرطيش فيه، لانه عمله صعبه انك تلاقيه تاني على حتى فكره. زمان بيقولوا على الاصل دور، مثلا دوري يعني على الاصل الاول علشان تقدري تطمئني لبنتك مع هذا الشخص. وعشان ما يبقاش فيه المشاكل اللي عمالين نشوفها دلوقتي، رماها من البلكونه، رميته من البلكونه، قتلوا بعض، بنسمع موتوا حاجات بعض. غريبه بصراحه، بقينا بنسمع والله حاجات على قد مجتمع غريب. على قد عمرنا بقينا بنشوف حاجات غريبه. يبقى لا، اقف، ما تتجوزش الا بنت الاصول. بنت الاصول مش برضو مش معناها مش معناها غنيه، لا مش معناها عندها عادات وتقاليد واصول متربيه انا عليها. عايزه اركز ده على صح. الحته دي. بنت الاصول اللي مش معناها انها غنيه، لا، بنت الاصول بصفاتها، بعاداتها، باخلاقها، بدينها، رقم واحد. عايزه اقول لكم كمان اسندوا ولادكم، اسندوا ولادكم. الحياه بقت صعبه مش زي زمان، فلازم نحاول بقدر الامكان ان احنا نسند اولادنا، مش نكون عبء على اولادنا، مش نكون سبب مشاكل لاولادنا. مفيش اهل في الدنيا مقتدرين وشايفين ابنهم بيفتحوا بيت جديد ومش هيقدروا يساعدوه، هيساعدوا. لا انا اعرف في ناس ما لا بتساعد. دي ناس شاذه بقى. لكن ان انا لازم اشوف ابني إحنا مزنوق في نقول حاجه وما للناس، ساعدوش، لا. لازم نقول للناس اسندوا ولادكم بقدر الامكان، ما تتغالوش لا في مهر ولا في شبكه ولا في فرح. يعني كل دي مظاهر خارجه، خليكم في الاساسيات. على فكرة أنا شاكرة جدا. إحنا طبعا إحنا هنا زمايل في راديو حكاية، الموضوع على فكرة كبير جدا وكان ممكن ياخد مننا والله ساعات، بس إحنا بنكتفي بالقليل كده. وبقول لكم الايام جايه وهنعمل حلقات مع بعض كتير، لو انتوا حابين ان احنا إن شاء نبقى الله. نعمل حلقات مع بعض قولوا لنا في الكومنتات. كل سنة وكلكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير علينا وعليكم، ودايما رمضان متجمعين. كريم. رمضان كريم. الى اللقاء. شكرا.